حاجتين اتنين لو عرفت تتعامل معاهم صح حياتك كلها هتتغير. كل قرارات الانسان بتتلخص في دافعين اتنين، يا اما خوف من الالم يا اما رغبه في لذه، وده هيفهمك بعض العادات اللي انت بتعملها وعارف ان هي مضره ولكن مكمل فيها. حاجه زي التدخين مثلا، يعني مش هقولك 99% 100% من الناس اللي بيدخنوا عارفين ان هي مضره لصحتهم ومع ذلك بيدخنوا ومستمرين فيها ومش عارفين يبطلوها كمان. وده ليه؟ لانه اللذه اللي بيحصل عليها اكبر من الالم. بس لو في يوم من الايام دخل المستشفى والدكتور قال له سيجاره واحده بس وهتموت، ساعتها المعادله هتتغير، والالم اللي هتجيله من العاده اللي هو بيعملها دي اكبر بكتير من المتعه او اللذه اللي كان بيجنيها منها. الكلام ده مش بس على العادات السيئه، ده كمان على العادات الايجابيه، زي مثلا لو بتروح الجيم اللي بتجنيه ان انت يبقى جسمك حلو وانت طالع على السلم ما تنهكش وانت عارف تتماشى وتلبس اللي انت عايزه. دي اللذه الكبيره اللي انت بتجنيها من رياضه الجيم اكبر بكتير من الالم اللي بتحصل عليه، اللي هو تكسير في العضلات وقت ما بتلعب مثلا او تعب شويه في العضلات. نفس الكلام على الناس اللي نفسها تلعب رياضه ونفسها تنزل الجيم ولكن مش قادره عشان الالم اللي بتحصل عليه منه ان هي تقوم وتلبس وتنزل. كل المجهود ده الالم اللي هي بتحس بيه اكبر من الجهد اللي هتحصل عليه. وده من اسرار وجود الجنه والنار في القرآن الكريم، لان ربنا سبحانه وتعالى عارف دوافع الناس، يا اما خوف من نار يا اما لذه في جنه. يا ناس بتخاف من كده يا ناس بتخاف من كده، وفي ناس بتتحرك عشان الاتنين مع بعض. وده طبعا مبدأ من اسرار نجاح الاداره، ان انت تعرف توازن ما بين الحوافز وما بين العقوبات. وهنا نصبح على اخواتنا الاتش ار، احلى مسا عليكم. وكمان في تربيه الاولاد لما بتيجي توازن ما بين ان انت تحمسهم وتشجعهم وما بينك انك تعاقبهم، لازم توازن ما بين الاتنين. دلوقتي انت فهمت اللعبه ماشيه ازاي، وافعالنا كلها من اولها لاخرها بتندرج تحت الدافعين دول. لو عرفت تتعامل معاهم كويس ده هيوصلك للنجاح. وخليك فاكر ان النجاح بيبدأ فيديو يحفزك.